السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، مرحبا بكم كاملين في قناه طهروان. مرحبا بالناس اللي كيزوروا قناتي اول مره، ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي اقتراح جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد ميني كيك اللي صراحه كيجيو رائعين، اقتصاديين، راقيين صراحه، شي حاجه زوينه. مبدله لضيافنا لوليداتنا لعراضاتنا، علاش لا؟ فخليكم معايا ان شاء الله نتعرفوا المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. اول حاجه في واحد البول غادي ندير 3 ديال البيضات، نضيف لهم واحد الساشي ديال الفانيليا، ونضيف لهم واحد الكأس ديال السكر حبيبات. غنخدمهم مزيان، هانتوما غتشوفوا معايا حتى غيتبدل اللون ديالهم، يعني غادي نطربوهم مزيان غير بالطراب اليدوي، ما نحتاجو لا طراب كهربائي لا والو. هانتوما القوام ديالهم كيفاش رجع شفتوا. وغنضيف لهم كاس ديال الزيت، ونبدا نخدم كذلك مزيان بهذه الطريقه، ندمج المكونات مزيان. ومن بعد غادي نضيف واحد الياغورت اللي يكون بالنكهه ديال الفانيليا بهذه الطريقه صافي. وغادي نبدا ندمج المكونات مزيان مع بعضياتهم كما كتشوفوا، يعني الطريقه سهله وبسيطه. وهنا غنضيف الكاس الاول ديال الدقيق. المجموع المهم غنحتاج 2 كيسان و2 خمارات حمر، غادي نخدمهم. وعاد غادي نضيف الكاس الثاني صافي. ها القوام كيفاش كيجي. هنا غادي ناخذ واحد البول واحد اخر، غادي نقسم الخليط على 2 لاني بغيت ندير 2 نكهات، يعني باش ندير اختلاف وصافي. هنا الخليط الاول غادي نضيف له واحد فلو ديال الفريز كما كتشوفوا، وغنخدمو هكا بهذه الطريقه. والخليط الثاني غادي نضيف له الكاكاو صافي، وغادي ندمجو مزيان. هنا خديت ليمول ديالي، انا عندي هاد ليمول الصغار، درتهم بالزبده رشيتهم بالدقيق، صراحه كيجيو زوينين وعمليين بزاف بزاف. وغنبدا نعمر فيهم هكا الخليط ديالي، ولكن ما نعمروهمش بزاف باش ما يفيضوناش على ليمول، يعني نحاولوا نديروا غير القياس ديالنا. هانتوما شفتوا، يعني خليو المساحه فين غادي يزيد، لان راك عارفين فيها الخميره في هذه ضروري باقي غادي يزيد صافي. غنبدا نعمر هنايا الخليط الاول اللي ضفت له فلو ديال الفريز بهذه الطريقه هذه حتى نعمر حتى نكمل الخليط كامل. وتبارك الله هاد الخليط راه كيخرج تبارك الله 20 حبه صافي. هنايا من بعد ما ساليت غادي نفرغ كذلك الخليط ديال اللي درت بالكاكاو حتى نعمرهم كاملين كما كتشوفوا. نعمر ليمول ديالي كاملين، وضروري دهنهم بالزبده وترشهم بالدقيق صافي. هنا ملي عمرتهم غادي ندخلهم للفرن اللي تكون عافيه ديالو مهيله بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله. وانا حبيباتي من بعد ما طابوا ليا لي ميني كيك ديالي، هانتوما راه بسهوله كيتحيدوا، راه الصراحه ما كيعذبوناش في التحياد ديالهم، ساهلين بزاف. غندوزو على بركه الله نوجدوا الكريمه. بالنسبه للكريمه، انا الكريمه الاولى غادي نحتاج فيها هنايا 2 كيسان ديال الحليب، غادي نضيف لهم 2 معالق ديال مايزينا، 2 معالق ديال السكر، وواحد فلو ديال الفريز صافي. هادو هما الكريمه اللي غنحتاج الاولى. غادي نخلطها مزيان طبعا، نديرها فوق العافيه مع التحريك المستمر حتى تعقد لنا. انا بهذه الطريقه ملي كتعقد غادي ندوزو باش نعمرو بها الميني كيك ديالنا الاولين اللي درنا فيهم فلو ديال الفريز، يعني باش ما نخرجوش على يعني نفس المذاق، باش كنبقاو في نفس المذاق صافي. غادي نعمرهم بهذه الطريقه هذه ساهله بسيطه وكيجيو زوينين وراقيين. هنا غادي نحطهم جانبا في الثلاجه باش تعقد لنا ديك الكريمه، باش تشد راسها تبرد. ندوزو نوجدوا الكريمه الثانيه، 2 كيسان كذلك ديال الحليب، غادي نضيف لهم 2 معالق ديال معالق يكونوا عامرين تقريبا ديال مايزينا كذلك، ونضيف لهم 2 معالق كذلك ديال السكر، ما يكونوش عامرين بزاف دوك 2 معالق ديال السكر. ونضيف لهم فلو ديال الشوكولا باش نبقاو في نفس الاطار ديال المهم كما كتعرفوا ديال المذاق الاول اللي درنا في الخليط. كذلك غنديرهم فوق البوطه حتى يعقد لي الخليط بهذه الطريقه هانتوما كما كتشوفوا. ونبدا نعمر به كذلك الميني كيك ديالنا. طريقه كما قلت لكم سهله وبسيطه، ما فيها لا تعقيدات لا مجهود كثير، وكتجي شي حاجه اللي راقيه. والتزيين كيبقى على حسب الذوق. انا هنايا كما كتشوفوا زينتهم بهذه الطريقه هذه لان الكليانه بغات شي حاجه مبدله، وهذا وصراحه عجباتها الحمد لله. هانتوما هنا هذه ديال
ديال الفريز زينتها بهاد العقيقات هادو، ضفت لها هاد المعلقة هادي اللي صايبت اللي خدمتها في لي مول ديال السيليكون بالشوكولاط، وهنايا هادي اللي درنا بالشوكولا زينتها بكاكاو كونكاسي، كذلك ضفت لها ديك المعلقات كإضافة تزيين وصافي كيبقى على حسب الرغبة. كانت هذه هي الوصفة ديال اليوم والاقتراح ديال اليوم، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. طبعا ما تنساونيش باللايكات ديالكم وبارطاجيو الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي مع الاصدقاء ديالكم واحبابكم باش ينتشر اكثر واكثر وتعم الفائده اكثر واكثر وتشجعوني اكثر باش انني نحط فيديوهات اكثر واكثر. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وفي اقتراح جديد، والناس اللي كيزوروا قناتي اول مره شاركوا فيها. الى اللقاء.